لو اللي خطف ابنك مسؤول كبير هتسامحي ولا هتعافري؟ These are your kids? Yeah. I'm buying them too. I'm buying you kids too. تخيلي ان ابنك اختفى جوه مبنى المفروض انه من اكتر الاماكن امانا في العالم زي السفارة الامريكية مثلا، وانت اصلا عندك مرض نفسي مش هيخلي اي حد يصدقك ولا حتى القريبين، وهنتكلم عنه كمان شوية. هتعملي ايه بقى عشان ترجعي ابنك لحضنك؟ على السرير. مين ده؟ انت ده على جثتي على السرير. فتخيلي بقى ان ده اللي حصل مع اسمها سارة وابنها جوش. فسيب او سيبي بقى اشتراك على القناة يلا عشان نكمل مع بعض لان الحلقة بتولع، ولو انت حقيقية سيبي لايك من ابو بلاش. طبعا غير ما السينما الغربية بتصورها اللي بيحبوا يبالغوا في غريزة البقاء فبيجيبوها من القوات الخاصة، خدمت في أفغانستان وركبت دبابة وعدت على رجل لواء. رجلي اتطبقت منك لله. بس في الواقع الأم قوتها في نظامها العصبي واستجابتها الغريزية للحماية. فالأم الحقيقية مش أكشن هيرو، لا ببساطة في ملايين الأمهات بتدافع عن ابنها كل يوم من غير ما يبقى معاها حزام أسود، يعني لأنها بتتعامل مع ما هو أصعب من تكتيكات الحرب وهم المدرسين والمديرين وولاد الجيران. في العشه يا ماما. لأنها ببساطة لما معاليك بتتولد جسمها بيفرز هرمون الأكسيتوسين، وده هرمون متعارف عليه طبيا باسم يا حبيبي يا ابني. لأنه بيولوجيا بيعمل حاجة من الترابط العصبي مع الطفل لدرجة إن وش الطفل وصوته وريحته بتسجله في مناطق في المخ عند الأم. عشان كده انت لو صرخت بتعمل لها حريق في دماغها، ولو حاجة جت عليك قوات الثلاث سبعات اللي جواها بتتحرك على طول. وخد التقيلة بقى، انت تعرف ان في جزء منك عبارة عن مجموعة خلايا بيفضلوا جواها حتى بعد الولادة وبتستقر فيها مدى الحياة، فانت فعليا عايش جواها. ففكرة ان الام بتحارب عشان ابنها فدي مش رفاهية درامية، لا دي غريزة البقاء نفسها. الام بتحس ان نجاح ابنها امانة حتى وجوده امتداد لحياتها هي، يعني لما الام بتموت علشان ابنها يعيش هي مش بتضحي، هي بتكمل نفسها. يعني الأم هنا عندها اضطراب ما بعد الصدمة، وهو حالة نفسية بتيجي بعد التعرض لحادث مأساوي. واشمعنى الكاتب اختار المرض النفسي ده بالذات؟ لأن من أعراضه تكرار الحدث في الذاكرة ولا كأنه لسه بيحصل، وكوابيس وأفكار مزعجة صعب تسيطر عليها. ده غير التغيرات المزاجية والعصبية الزايدة، يعني كلها مواصفات توحي إنه كان بيتهيأ لها إن ابنها معاها، وده كله عشان يقدر يعمل الأسباب اللي ما تخليش حد يصدقها وتلاقي رفض من الكل وبيواسوها بدل ما بيصدقوها. فهو ممكن بعد كل ده الأم تصاب بالإحباط وتنسى ابنها؟ فبتحصل وبتحصل كتير كمان، لأن الأم بتحارب الضغط النفسي طول الوقت وهو فقدان الإحساس بالذات. يعني هي دلوقتي مش زي أيام الخطوبة، ده انا نص مصر القديمه بتجري ورايا. تلاقيك مسجله خطأ. أو بتحارب الوحدة أو عندها جلد للذات كل ما ابنها ينقص درجة ونص. فهي في الآخر بشر، لأنها لو أحبطت هتتنقل للمرحلة دي. وهي بتظهر هنا بالهزيمة المعنوية، لو كانت بتحارب واحد ليه من السلطة والسلاح والسيناريو الجاهز لدفنها. فبصراحة بقى في الموقف اللي هي زي خطف أو خطر على ابنها فهي مش بتستسلم بسهولة، بس ممكن تعمل استراحة محارب، ودي أصلا آلية بقاء بشرية طبيعية، وهي إنها بتدخل في الاستسلام المؤقت تحت الصدمة، وده عشان تقدر تكمل بعد كده. هي بترجع يعني ما تقلقش. فطبعا هي هتنهار وهتتعب بس مش هتنسى، وهتطلع 3 عين أمه اللي عمل معاك كده. بتطيروا الفتحة على ام. على روحك ان شاء الله. ادب في ام كده في الدنيا. فعلميا وسياسيا المباني الدبلوماسية محمية باتفاقية فيينا لعام 61، واللي هي بتنص على لا يجوز لأي جهة أمنية محلية دخول السفارة بدون إذن. وده اللي حصل لما سارة بلغت الشرطة الألمانية، وطبعا قالوا لها إن مش من صلاحياتهم دخول السفارة، وللمبنى حصانة كاملة حتى في حالات الطوارئ، وده غير الحصانة الدبلوماسية للموظفين. فهنا الكاتب كاتب فاجر بيقفلها على الأم بكش ملك. وعشان كده لما بيظهر حد فاسد زي إيريك صعب ان الجهات المحلية او هم نفسهم يكتشفوه بسهولة، وده مش خيال، ده عظمة الفيلم واضحة لان في احداث مشابهة. وعشان احنا مش قناة سياسية تقدر انت تسألني في الكومنتات وتبقى مصلحة برضه نزود الريتش.
وهو إن السلطة لما بتكون مطلقة بتتحول من مسؤولية لمبرر، ده غير إن ما بيبقاش شايف نفسه غلط. والأوسخ إن بيبقى فيه 100 واحد يتمنى يساعده، ما هو كبير القعدة بقى. فلو أنت أو أنت مكان سارة وكنت مصدق إن ابنك جوه مبنى محصن والدنيا كلها بتقول لك انساه أو انسيه، كنت هتسكت ولا كنت هتولعها؟ اكتب لي في الكومنتات. ولو عجبك تحليل الفيلم دوس لايك وسبسكرايب، وده إن أنت ما تتزنقش الزنقة الهباب دي.